عالسلامة. أنا تلميذة نقرا تروازيام سيونس. اليوم باش نحكي لكم على القراية في تونس كيفاش ولات وعلى المعاناة اللي يعاني فيها كل تلميذ. أول حاجة باش نبدا بها هي لومبلوا دو طون. كل أستاذ يحبنا أجور في الماتير اللي هو يقرينا فيها، أما هو ناسي اللي احنا نقراو من 8 ل 6 في النهار 5 ماتير، بخلاف السبت والأحد اللي هما ديجا معبيين بالليتودات. نقراو من 8 ل 6 معناها باش نجم ترقد قبل نص الليل عندك 4 سوايع باش تحضر فيهم درس السيونس، تخدم فيهم ليكزارسيسات نتاع الفيزيك، تخدم فيهم سيري نتاع ماث، تراجع فيهم الدروس نتاع التاريخ. اللي انا مش فاهمه، انا ماشيه تروازيام سيونس علاش ندرس طول 2 متر حركه التنوير في القرن الثامن عشر. ولهنا تجي الحاجه الثانيه اللي هي سيستم الحفاظه، كل شيء ولا بالحفاظه البهيمه نتاع صب صب صب. وليت انا ندخل باش نقرا ساعتين مات، باش نقرا درس جديد كنستنفع به. تجي البروفا تمل علينا 50,000 ديفينيسيون، 50,000 تيوري، هكا ساعتين واحنا اكتب اكتب اكتب. وبعد ما تكمل لك دو شابيتر تقول لك ياتيل دي كيسيون باهي نفهم بالاكزرسيسات. تجي قال شنو باش تصلح لك سيري نتاع مات، تطيح كيف كيف تمل. واحنا كل ما طبعا نكتب هكا الاكزرسيس وحاس روحك بهيم. ورد بالك نهار الدفوار تكتب لها ميثود اخرى ولا تفسر لها بطريقتك انت، ولا قرآن يلزم كيما ملت عليك هي بالضبط. صدق الله العظيم. والحاجة الأخرى باش نحكي عليها هي الدفوارات ولي فاكونس والتقسيم العبقري اللي منعرفش منين استنبطوه واللي تو انا مازلت مفهمتوش. قالك تقرا 4 جمعة عندك جمعة فاكونس باش تنحيك الستريس نتاع القرايه وتتفرهد وتتنفس. اما تجي تشوف تلقى الجمعة اللي بعد الفاكونس هذيك عندك نهار 2 دفوار فيزيك، نهار 3 دفوار تاريخ، نهار الخميس دفوار مات، نهار الخميس دفوار انجلي بالك دين. والمشكل مش من الاساتذه، راه جاي يشوف يلقى روحو عنده الجمعة هذيك باش يحط لك فيها 50 مليون دفوار. تقول لي انت ايش عندك تعمل جمعة كاملة برا قرا طبيعة باش نقرا على خاطرك الجمعة فاكونس طلعت في الاخر سومين دو ريفيزيون. يعني من الاخر كانك تلميذ في تونس ما عندكش الحق لا باش تتفرج لا باش تحوس لا باش تعمل حاجه اللي تحبها كسوا ميوزيك تياتر ولا اللي هي. لازمنا ماكينات 24 على 24 نقرا. كانك حفاظ تسلك امورك تنجح، كانك معمل عسكري